السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الزوج عنده 33 سنة عامل بسيط، رجع من شغله على غير عادته ساعتين بس بدري، دخل شقته، لقى مراته مع عشيقها للأسف. وتعالى نشوف ايه اللي حصل في الواقعة ديت بالتفاصيل. الواقعة ديت كانت في سوهاج في مركز طمع. الزوج لما رجع بدري ودخل الأوضة وبص لقى مراته مع عشيقها قبل حتى ما يفكر الزوجة في حضن عشيقها، هنا قام الراجل هجم عليه. طبعا بتقولوا حضراتكم ان الزوج هو اللي هجم عليه، لا ده هو لسه ما عملش اي رد فعل، لقى العشيق هو اللي بيهجم عليه ومسكه على طول، اعتدى عليه وضربه لغاية ما موته هو. ومين هو؟ والزوجة. بدل ما الزوج هو اللي يقتلهم، لا ده هم اللي قتلوه. وبعد ما قتلوه عمل ايه؟ اتفق معاها وقال لها احنا هنكهربه وتقول ان هو كان بيصلح الغسالة وواقف على المية فاتكهرب. وعملوا كده حقيقي، وخد بعضه هو وراح مسافر على فين؟ على الجيزة، فاكر ان هو بعد المكان مش هيتجاب، لان هو ما كانش من البلد، هو كان من الجيزة. بتعشق واحد من غير بلدها خالص، من مكان بعيد، وحسبي الله ونعم الوكيل في قلة الأدب. المهم هنا طبعا الزوجة صوتت وصرخت والحقوني الحقوني، الناس اتلموا. أبوه طبعا ساكن قريب من البيت، لما اتصدم طبعا يعني بالواقعة ديت بقتل ابنه او ان ابنه مات، طبعا هو قال لا ابني ما يموتش الموتة ديت، انا شفت واحد غريب كان واقف قريب من البيت وبيحوم حوالين البيت. هنا طبعا لما جت الاجهزة الامنية، الزوجة طبعا صوات والصريخ وحركات كلها بحيث يعني جوزي مات وجوزي وحبيبي والكلام ده كله. طبعا هنا ابو المجني عليه قال لا ده كان في حد حوالين البيت، والواحد ده ولا شاب غريب، احنا اول مرة اشوفه، واكيد هو ده اللي عمل فيه كده وهو كان معاها. وحصل حقيقي، بدأت الأجهزة الأمنية تستجوبها. في الأول أنكرت لغاية ما اعترفت بالواقعة واعترفت بعشيقها، ونزلوا قبضوا عليه على طول في الجيزة. فاكر إن بعد المكان مش هيتجاب، لكن لا طبعا اتجاب. واعترفوا هما الاتنين بالواقعة ومثلوا الجريمة، وان هما عملوا كده ليه؟ علشان خاطر هو دخل عليهم فجأة وهما الاتنين مع بعض، وحسبي الله ونعم الوكيل. وده آخرة الحرام والعياذ بالله. فاكرين ان هما هيبقوا على كده على طول، والراجل يعني في شغله بيشقى وبيتعب وهيجي لها واخد بعض، ياخد مزاجه وياخد بعضه ويمشي. لكن إرادة ربنا عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو يكشف سترهم. الستر دوت بيبقى ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد نصيبه من الستر. لما بيلاقي البني آدم ده مش خلاص، لا عايز يستحي ولا عايز يتكسف ولا عايز يتوب لربنا عز وجل، بيبدأ ربنا يديله الأول في إنذارات، يديله في إنذار ورا إنذار ورا إنذار، يعني زي ما بيكون مثلا مرض أو مصيبة، بحيث إن هو يتراجع عن اللي بيعمله، يقول لأ ده أكيد المرض ده جالي علشان خاطر أنا الذنب اللي انا بعمله دوت. او مثلا ممكن مرض في ابنها او بنتها، تقول لا اكيد اللي بيحصل ده عشان خاطر اللي انا بعمله. ولكن لما ربنا بيلاقي بقى ان الانسان مصر على المعصية، هنا ربنا عز وجل بيكشف الستر. كشف سترها واتقبض عليها وعليه، وحسبي الله ونعم الوكيل. وان شاء الله تكون اخرتكم الاعدام. لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.